استغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام سلام سلام. واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. اليوم ان شاء الله راح ندير معكم هذا الطبق اللي هو لي كوت في الفوغ، ولا الكوتليت في الفوغ. يجوا بزاف بنان، يجوا طريين، يجوش كامل ناشفين. انا هنا راني قدمتهم مع لي فخيت مع البطاطا، كنت درتهم في القلايه الهوائيه. بون تقدروا ديروهم في الفوغ تاني. يجوا طيبين زبده طريين ما شاء الله، وما يجوش كامل ناشفين. انا هايلك البلاطو اللي طيبت فيه، شوفوا كيفاش يجيو. هدايا هادي لاصوص تاعهم، هاهم ليك. ما كنت درت والو، ما الزيت وما درت لهمش، طابوا غير في الشحمه تاعهم. نوريلكم هنايا، شوفوا هذا المورسو كيفاش كنت نقطع فيه. شوفوا يجي بزاف طري. ما شاء الله. نتمنى برك تجربوه، وبلا ما نطول عليكم نخليكم تشوفوا طريقه التحضير. بون نبداو بسم الله. انا هنايا راني خديت لي كوت تاعي. من الاحسن تاخذوا لي كوت اللي تكون فيهم شويه تاع الشحمه هكذا باش تساعدكم في الطياب. انا خديت هذوما هكا. راح نتبلهم، ندير لهم التوابل. حاجه الاولانيه عندي الكمون، نحط لهم الكمون هكذا. فوالا، نزيد نحط لهم العكري هكذا. نحط لهم فلفل كحل هكذا. ونزيد لهم المعدنوس. انا عندي المعدنوس المجفف، الا عندكم المعدنوس العادي الطري تقدروا تستعملوه هكا. فوالا هكذا. ونخلط هكا كلش مع بعض، نخلطهم مليح، ندخلهم مليح هذيك التتبيله هكذا. فوالا هكذا. نزيد لهم الملح هكذا، ندير لهم الملح. فوالا ونخلط مليح هكذا. نحاول ندخلهم كامل هذيك التتبيله اللي درناها. فوالا، والملح لي كوت يحبوا الملح. بوني الملح على حسب الذوق، كل واحد يدير حسب ما يحب هو. المهم انا راني دخلت كامل التتبيله تاعي في لي كوت تاوعي، هاهم ليك. راني تبلتهم مليح. هكذا. دوكا نجيب صينيه تاع الفرن تاعي، هاهم ليك. دوكا نجيب صينيه تاع الفرن تاعي ونحطهم في الصينيه. انا هنا خديت صينيه تاعي تاع الفرن، راني درت لها هنا ورق الزبده
كيش حطيته. نبدا نحط لي كوت تاوعي، نستفهم هنايا هكذا. نحاول نديرهم هكا كامل مع بعض. هكذا من بعد راني خديت هنا ورق الزبده تاعي، راني كنت شمختو مليح بالماء هكذا، ونفضو ونغطي به هاد لي كوط تاوعي، نغطيهم مليح هكذا بهذه الطريقه. المهم نغطيهم مليح فوالا هكذا. وزيد ناخذ الالومنيوم تاعي ونغلف الصينيه تاعي مليح. انا راني كنت ديجا حطيت الفرن تاعي يسخن على درجه حراره 180 درجه، لازم تحطوا الفرن يسخن مسبقا فوالا هكذا. ودركا ندخلو للفرن، ندخلو يطيب فوالا هكذا. انا هنا الفرن راني شعلته من الفوق ومن التحت وحطيته يطيب يعني من الجهه التحتانيه، ما عليتوش الفوق، راني حطيته من التحت كامل كما قلت لكم، وشعلته من الفوق ومن التحت اللي عنده الفوق تاع تريسيتي. المهم هنايا راني خديت البطاطا تاعي، راني كنت ديجا غسلتها، انا راح نخليها هكا بالقشور تاعها، نقطعها هكايا هكذا، نقطعها هكا، ندير مخصو يكونوا شويه خشان هكايا هكايا هكذا، تكونش رقيقه بزاف وما تكونش خشينه بزاف هكذا فوالا. هكذا بون الا كنتو ما درتوش كميه كبيره تاع يعني تاع اللحم، تقدروا تزيدوا تحطوا معها البطاطا هذه تتحمر لكم، ولا تحطوها في صينيه اخرى. انا راح نحطها في القلايه الهوائيه هكذا. المهم نكمل هذه ونجيب نفس هذاك الصحن اللي كنت حطيت فيه اللحم، اللي كنت خلطت فيه اللحم هذا، نحط فيه هذه البطاطا وندير فيها نفس التوابل اللي كنت درتهم لهذوك لي كوت ولا هذاك الكوتليت اللي كنا وجدناه مع بعض هكذا. نكمل هذه فوالا هكذا هكذا. دركا كيما قلت لكم نحط لها نفس التوابل. هنا عندي الملح، نحط لها شويه تاع الملح فوالا، زيد نحط لها شويه تاع الكمون هكذا، نزيد لها فلفل الكحل
هكذا. نزيد لها المعدنوس ونزيد لها شويه تاع البابريكا ولا العكري هكذا، ونخلط هكذا كلش مع بعض هكذا. هكذا دوكا نروح نجيب القلايه الهوائيه تاعي ونحطهم فيها. ونرشها غير بشويه تاع الزيت، نرشها غير من الفوق هكا. فوالا ونحطها طيب. البطاطا هايليك كي تنحوها هكا قلبوها باش تزيد تطيب لكم شويه وتتحمر لكم من تحت هكا، وعاودوا دخلوها ونقلبها مليح ونرجع لكم هكذا، ونعاود نرجعها باش تزيد طيب لي مليح. نديرها 20 مينوت. شوفوا لي كوت تاعي بعد ما طابوا، شوفوا كيفاش يجيو حميمرين. الله الله عامليك وما يجوش ناشفين. شوفوا يجوش كامل ناشفين. انا ما درت لهم حتى قطره تاع الماء، ما بالزيت وما درت لهمش، خاطش لي كوت تاعي فيهم شويه شحمه. عامليك شوفوا الله يبارك، شوفوا ما شاء الله، شوفوا كيفاش طايبه اللحم الزبده. شوفوا بنان واحد البنه ما شاء الله. شوفوا يدوب وحده هكذا. انا راني زدت معاهم البطاطا في الهواء، في القلايه الهوائيه. انتم تقدروا ديروا معاهم واش تحبوا. عامليكم ما يجوش ناشفين ما شاء الله، قلت لكم ما يجوش كامل ناشفين. عامليك يجوا المهم طريين ويجوا بنان بزاف. ان شاء الله يا ربي نصحكم تجربوهم. عامليك فوالا، ونتلاقاو في صحن التقديم. هاوديك شوفوا انا ما درت له حتى قطره تاع الماء، ومام ليدام ما درتلوش، يعني طاب في ليدام تاعو. قلت لكم الاحسن تديو لي كوط اللي فيهم شويه شحمه. عامليك طابوا ما شاء الله ما شاء الله، الزبده يذوبوا في الفم. شوف والبنه ما نحكي لكمش، نتمنى تجربوهم بهذه الطريقه. وهنا نكون لحقت النهايه تاع الفيديو. نخليكم بخير وعلى خير، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جايين. سلام.